تخيل معايا إنك واقف وسط سهل ثلجي واسع، والبرد حواليك شديد بيخلي النفس يتجمد في الهواء، وفجأة تشوف مبنى أبيض صغير على شكل قبة. ومن أول نظرة أكيد هتيجي في بالك فكرة غريبة: إزاي مكان معمول من التلج ممكن يبقى دافي من جوه؟ السر هنا مش في السحر، سر ذي العلم. التلج اللي بيتعمل منه الإجلو مش جليد صلب شفاف زي اللي بنشوفه في الفريزر، لكنه عبارة عن كتل من الثلج المضغوط فيها بلورات ثلج وبينها جيوب صغيرة من الهواء. والهواء ده بيشتغل كعازل حراري ممتاز، لأنه ما بيسمحش للحرارة إنها تتحرك بسهولة. ودي أول نقطة مهمة: الحرارة اللي بيولدها جسم الإنسان أو أي مصدر بسيط للدفء ما بتخرجش بسرعة، فبتبدأ تتجمع جوه الإجلو. كمان شكل الإجلو القطبي مش مجرد شكل جمالي، لكنه تصميم ذكي بيقلل مساحة السطح المعرضة للهواء البارد مقارنة بحجم الهواء اللي جوه. الشكل ده كمان قوي جدا من الناحية الإنشائية، بيقدر يتحمل ضغط الرياح والثلوج بدون ما ينهار، وده معناه إن المكان يقدر يحافظ على استقراره حتى في أقصى الظروف. أثناء البناء بيقطع الثلج بطريقة خاصة ويرصوا القطع بشكل متداخل عشان ما يسيبوش أي فتحات للهواء البارد يدخل منها. ومع الوقت وبسبب حرارة أنفاس الناس أو الشمعة الصغيرة جوه، الطبقة الداخلية من الجدران بتبدأ تسيح شوية، وبعدها تتجمد من جديد وتكون قشرة جليدية ناعمة. القشرة دي بتزود العزل الحراري وبتمنع الهواء البارد إنه يتسرب لجوه. حتى المدخل معمول بحساب، بيكون منخفض عن أرضية المكان، وده لأن الهواء البارد أثقل وبينزل لتحت، فبيفضل محبوس في الجزء المنخفض بعيد عن الناس اللي قاعدين فوق. وفي بعض التصميمات بيعملوا زي نفق صغير قبل ما تدخل المكان نفسه، وده بيمنع الرياح إنها تضرب مباشرة جوه. النتيجة إنك حتى لو الجو بره سالب 40 درجة مئوية، جوه الإجلو ممكن يوصل حوالي صفر أو حتى شوية أعلى لو في أكتر من شخص جوه. وده فرق هائل يخليك تحس بالراحة بدل ما تكون في صراع مع البرد. لكن مش أي ثلج ينفع للبناء. لو الثلج طري جدا أو خفيف، هيكون مليان فراغات كبيرة وهيسمح للهواء البارد يدخل بسهولة، وساعتها مش هتحصل على نفس العزل. لازم يكون الثلج مضغوط بكثافة مناسبة عشان يديك أفضل حماية من البرد. الإيجلو مثال عبقري على استغلال الطبيعة لمصلحتنا. حاجة تبدو ضعيفة وباردة زي التلج تتحول بمفهوم التصميم الذكي والفهم العلمي لمكان دافي وآمن في وسط أبرد أماكن الأرض.